نضو. احنا هنا في قرية الرغامة شرق مركز كومومبو، حيث أحد الحقول الإرشادية اللي تم استخدام شتلات المعتمدة المنتجة في محطة إنتاج شتلات قصب السكر في كومومبو. تم زراعتها يعني في شهر يونيو الماضي، وعايزين نبص احنا كده بناخد نظرة عامة للحقل كده من الخارج، وكمان اللي هندخل كمان شوية عشان نبص شكل الحقل من الداخل ايه، ونشوف مستوى الانتاج شكله ايه، وايه المتوقع الحصول عليه من الانتاج. يلا بينا كده. احنا في الجانب الايسر من الحقل. احنا هندخل داخل الحقل علشان نشوف مستوى الشتلات ونتوقع الانتاج بتاع هذا الحقل. تفضل. احنا كده داخل الحقل. اخترنا مكان عشوائي علشان نشوف الميزة اللي بنتكلم عليها في الزراعة باستخدام الشتلات، وهي ان الشتلات بتدي عدد كبير من العيدان الصالحة للعصر، يعني اللي انا هوردها لمصانع السكر، لان المحصول بتاعي عبارة عن عدد العيدان وطول العيدان وقطر العيدان ووزن العيدان، ده اللي بيديني المحصول. فاحنا هنا مثلا الفدان ده زارعين فيه 7000 شتلة. ال 7000 شتلة دول هنشوف متوسط الشتلة ماشي كام. فلو بدأنا نعد كده عشان نعد المجموعة اللي حوالينا دي اللي منهم نشوف الدنيا ماشية ازاي. اتفضل عد لي كده الأولانية دي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. يعني كده انا عندي في الشتلة الاولانية عملة الجورة الاولانية، او زي ما يقولوا عليها في اسوان البورة الاولانية، او بيقولوا عليها في شمال هنا الجورة الاولانية 21. نشوف الشتلة الثانية كده فيها كام. تعالى عد هنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. كده الاولانية 21 والثانية 19. نشوف الثالثة دي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. كده 14. نعد دي كمان اللي بعدها. عد لي دي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عد لي دي كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. يعني كده انا المجموعه اللي انا عديتها بيجي عندي كان اعلى رقم وصلنا له 21 في دي، اقل رقم وصلنا له 10 في دي. فلو احنا بصينا للوعود ده اهو، يعني طوله ده وقطره ده هنقول متوسطه ممكن يعمل حوالي كيلو. فانا لو عندي 7000 شتله وهتكلم على العدد الاقل، مش هقول 21 ولا 15، هقول 10 بس. لو عندي 7000 شتله يعني عندي 70,000 نبات. لو اتكلمنا ان انا عندي كيلو، قول اقل من كيلو، انا بتكلم فوق ال 55 او 60 او 70 طن للحقل دي. واتصور ان ده هيكون المحصول. وبالنظر الى ميعاد الزراعه اللي اتكلمنا عليه من شويه، احنا كان المفروض لو زرعت بدري شويه كان هيدي محصول اعلى. ده ميزه الشتلات. وهذه الشتلات طبعا زي ما سبق وقلنا قبل كده ان هي منتجه من محطه انتاج شتلات قصب السكر المعتمده في محطه كومومبو. واحنا بنحاول نوري
ان الزراعه بالشتلات هتعمل نقله جيده في زراعه وانتاج قصب السكر. نتعشم ان تكون نقله كبيره جدا يستفيد منها المزارع وتستفيد منها الدوله.